يا جدي، أخبرني عن بداية المغرب. كيف تأسست الدولة في بلادنا؟ يا بني، حكاية بلادنا طويلة وعميقة. إذا أردت أن تعرف كيف تأسس المغرب علينا أن نعود إلى القرن الثامن. القرن الثامن؟ وكيف بدأ ذلك؟ في تلك الأيام كانت المغرب تحت تأثير الكثير من القوى، وكان الناس يعيشون في فوضى. لكن في سنة 788 ميلادي جاء رجل عظيم من مدينة الحجاز في جزيرة العرب، اسمه إدريس بن عبد الله. إدريس بن عبد الله؟ ولماذا جاء إلى المغرب؟ إدريس بن عبد الله كان من نسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جاء إلى المغرب هاربا من العباسيين الذين كانوا يطاردونه. قرر أن يؤسس دولة مستقلة بعيدا عن الحكم العباسي. اختار منطقة فاس، والتي أصبحت فيما بعد عاصمة الدولة الإدريسية. هل استطاع إدريس بن عبد الله أن يؤسس دولة قوية؟ نعم يا بني، لقد تمكن إدريس من تأسيس أول دولة إسلامية في المغرب. كانت البداية صعبة، لكن بإرادته القوية استطاع أن يوحد القبائل المختلفة تحت لواء الإسلام. وقد حصل على دعم كبير من أهل المغرب الذين أحبوه واحترموه. أعتقد أنه كان قائداً حكيماً. ماذا حدث بعد ذلك؟ بعد أن استقر إدريس في فاس، بدأ بتطوير المدينة وبناء المساجد، وجلب العلماء من مختلف أنحاء العالم الإسلامي. وكانت فاس مركزاً علمياً وتجارياً هاماً. لكن للأسف توفي إدريس بن عبد الله في عام 791 ميلادي وهو في ريعان شبابه، لكن إرثه استمر. ومن الذي خلفه في الحكم؟ بعد وفاة إدريس تولى ابنه إدريس الثاني، وكان شابا قويا وواصل ما بدأه والده. استطاع أن يوسع حكمه في مناطق أخرى من المغرب، وحقق نجاحا كبيرا في توحيد البلاد وتثبيت دعائم الدولة الإدريسية. إذن، هل كانت الدولة الإدريسية أول دولة مستقلة في المغرب؟ نعم يا بني، كانت أول دولة إسلامية مستقلة في المغرب، وأساسا لكل ما تلاه من إمبراطوريات ودول حكمت المغرب في العصور التالية، وهي التي وضعت أساس الهوية المغربية العميقة. واو، هذا رائع! أريد أن أخبر أصدقائي عن هذه القصة في المدرسة. من المهم أن تعرف تاريخك يا بني، لأننا نعيش اليوم بفضل تضحيات أجدادنا الذين أسسوا هذا الوطن العظيم.